السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، نلتقي اليوم في لقاء جديد مع أخينا الأستاذ المهندس خالد السيد حسن في موضوع حول الصلاة في القرآن الكريم. تدبر جميل وعميق، جزاه الله بخير على هذا الشرح الوافي الكافي، فلنتابع. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في هذه السلسلة حول موضوع الصلاة في القرآن الكريم، ونتكلم اليوم عن موضوع السجود. قبل أن نبدأ في حلقة اليوم أحب أن أنوه إلى تلك الملاحظات لا أسميها مزعجة ولكنها بدون أي معنى تأتيني على قناة اليوتيوب، أن كل ما نقوم به هو عبارة عن تضليل للناس وإفساد للدين وهدم للدين وهدم للعبادات الشعائرية، وأنا دائما أستغرب من ذلك، مع أني أضع البراهين أمامكم من آيات واضحات بينات، ولكن معظم الناس لا تريد أن تقرأ، لا تريد أن تفهم. وصلني أيضا فيديو طويل من ساعتين أو أكثر ينتقد فيه مقدم البرنامج ولا أعرف ما اسمه. يبدو أن بحث الإيمان وصل إلى ذلك الشخص، يقول أن هذا البحث يجب أن نرميه في الزبالة. أنا ليس عندي مشكلة أن ترميه في الزبالة أو لا ترميه. دائما أنا أقول أنا قدمت بحث عن موضوع الإيمان، دعمته بآيات من القرآن الكريم، فمن شاء أن يأخذ به أخذ، ومن شاء أن يرميه وراء ظهره. أنا ليس عندي مشكلة نهائيا. ولي صديق هنا من المتخصصين بالشريعة يقول عن هذا البحث أنه مجرد ثرثرة، وأنا وهو أصدقاء، وهو صديق عزيز وغالي بالنسبة لي، لكل منا رأيه، هذا لا يمنع. أما أن تبدأ بالسب والشتم والانفعال، اعلم أخي الكريم، متى علا صوتك وبدأت تسب وتشتم فهذا دليل على ضعف حجتك. أنا أقدم لك آيات من القرآن الكريم، أنت تريد أن تسب، أن تشتم، ويقول حرفيا أنني كل مرة أحاول أن لا أسب ولا أشتم ولكنني لا أستطيع. لماذا؟ لأن هذا كتاب الله، هذا كتاب الله وعلينا أن ندافع عنه. يا أخي، أنت تحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، أنا لا أحفظه. أنا دائما أستخدم الموبايل، أستخدم الكمبيوتر، أنا لا أحفظ كتاب الله، ولكنني لا أكفر بآيات الله. أنت عندما وصفتنا بأننا عصابة شرذمة نحاول أن نضل الناس، أنت تكرر قول فرعون: إن هؤلاء لشرذمة وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. أنت تحذر الناس منا، تسبنا، تشتمنا، أنت تفعل تماما كما فعل فرعون، تدعي أنك تدافع عن كتاب الله. يا أخي، اقرأ الآية 140 من سورة النساء، أنا متأكد أنك تحفظها عن ظهر قلب، ولكنك تكفر بها لأنك لا تعمل بها. الكفر هو لسان حال وليس لسان مقال. أنت تكون كافر بآية ليس شرطا أن تقول أنني أنا أكفر بها، أنت تكفر بها على الواقع. ماذا جاء في الآية 140 من سورة النساء؟ وقد نزل عليكم في الكتاب، في القرآن الكريم، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، ما العمل؟ هل نسب؟ هل نشتم؟ يا أخي اقرأ: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. من يرى أنني أنا وغيري من المتدبرين أننا نكفر بآيات الله، من يراني أنا أنني أستهزئ بآيات الله، فماذا طلب رب العالمين؟ فلا تقعدوا معهم. نحن نتواصل عبر الإنترنت ووسائل التواصل، يكفيك فقط أن تغلق الموبايل وانتهى الموضوع. لا تقعد معي يا أخي، لا تقعد معي. إذا رأيتني أنا أكفر بآيات الله وأستهزئ بها، فرب العالمين يقول لك: لا تقعد معي حتى أخوض في حديث غيره. طيب أنا لم أخوض في حديث غيره، انتهى الموضوع، لا تقعد معي. لماذا؟ لأنك ستكون مثلي. وأنت يا شيخنا الفاضل،
عندما تصفنا بالشرذمة والعصابة وأننا مجرمون وأننا لا نفقه شيء. يا أخي، أنت من نصبك أن تكون مدافعا عن دين الله؟ إذا كان الله يعتمد عليك في الدفاع عن دينه فأنا أكفر بذلك الدين فورا. دين الله قوي وثابت ولا يحتاج من أحد أن يدافع عنه، وإلا لكان رب العالمين ذكر في هذه الآية أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فقاتلوهم وسبوهم واشتموهم ودافعوا عني. لكان رب العالمين طلب منك أن تدافع عنه، ولكنه يقول لك فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولاحظوا هنا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من يسب ويشتم كل من يتدبر آيات الله هو يكفر بهذه الآية، هو يكفر بها، ينكرها، لا يعمل بها، وبالتالي رب العالمين سيجمعه مع أولئك الذين يكفرون بآيات الله في جهنم جميعا. هذه مجرد ملاحظة على الأصوات التي بدأت تتعالى وتصفنا بأننا نهدم دين الله. نأتي الآن إلى موضوع حلقة اليوم، وسنخصصها إلى موضوع السجود في القرآن الكريم. موضوع الركوع سنؤجله إلى الغد حتى لا تكون الحلقة طويلة بعض الشيء. جاء في سورة الرعد الآية رقم 15: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ليس هم فقط وإنما وظلالهم بالغدو والآصال. طيب، أنا أريد أن أرى هذه الآية على الواقع. أنا جاري وجيراني من الهند والصين وغيرهم لا أراهم يسجدون السجود الذي أنا أسجده في صلاتي، ولكن رب العالمين يقول ولله يسجد من في السماوات والأرض. كل إنسان هو يسجد لله طوعا وكرها، وليس تخيير طوعا أو كرها، هو يسجد طوعا وكرها. كيف يسجد هنا؟ هل السجود يعني السجود المعروف في الصلاة؟ أبدا. ومن يقول غير ذلك إما أنه لا يفقه اللغة العربية أو أنه لا يريد أن يرى ويعي ما يقرأ. لله يسجد من في السماوات والأرض. السجود هنا بمعنى الخضوع، الخضوع التام، يشمل ذلك الخضوع الطوعي عندما أنا أقوم بفعل أي شيء بإرادتي، وهناك خضوع كرها. أنا أسجد لله لسننه في هذا الوجود. قوانين الوجود الطبيعية والفيزيائية أنا أسجد لها، أخضع لها كرها. أنا أريد أن أتنفس الأكسجين، أنا أخضع لهذا القانون البيولوجي كرها ليس بإرادتي. من لا يريد أن يتنفس الأكسجين سيموت خلال دقائق. وأسجد طوعا عندما أطيع أوامر الله، أنا أسجد له، أخضع له طوعا. لاحظوا أن هذه الآية تقول ولله يسجد من، ومن دائما نعرف أنها للعاقل. هناك آية أخرى في سورة النحل الآية 49 تتعلق بغير العاقل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وأنا ألاحظ هنا أن الملائكة أشير لها بما. هنا إما أن يكون واو العطف قبل الملائكة تم عطفها على ما في السماوات والأرض، أو أنها تكون واو المفارقة، أن الملائكة شيء وما في السماوات وما في الأرض من دابة شيء آخر، الله أعلم. ولكن ما يهمنا هنا أنه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، يعني الشجر والحجر والجبال والبحار والذرات والكواكب كلها تسجد لله، أي تخضع لقوانينه. ولا علاقة للسجود الحركي المعروف في الصلاة بهاتين الآيتين. هل يوجد آيات أخرى أيضا لا علاقة للسجود بالمفهوم الذي نعرفه؟ ورد في سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة إلى آخر الآية. كيف يطلب رب العالمين من بني إسرائيل أن يدخلوا القرية من بابها سجدا؟ هل على أكواعهم وركبهم يدخلون؟ لا، هنا ادخلوا الباب سجدا أي خاضعين لقوانين تلك القرية. أنا عندما جئت إلى كندا إلى هنا فدخلت الباب من المطار، دخلت الباب ساجدا لقوانين هذه البلد التي جئتها. السجود بمعنى الخضوع. في سورة النحل الآية 48: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. هذه الآية تقول لك أولم يروا، يعني أننا نرى بأعيننا حولنا إلى ما خلق. ما هنا لغير العاقل. ماذا تفعل هذه الأشياء كلها؟ نراها سجدا لله. هناك آية تقول والنجم والشجر يسجدان، والنجم هنا لا تعني النجوم في السماء، وإنما النجم هي النباتات النجمية التي ليس لها ساق. فهناك نباتات نجمية تسمى ليس لها سيقان، وهناك النباتات التي لها ساق. والآية الكريمة تقول والنجم والشجر يسجدان. كيف يسجدان؟ هل الشجرة تسجد لله سجود الصلاة أم أنها تخضع لقوانين الله؟ ما هي قوانين الله؟ الشجرة تحتاج إلى الأكسجين، تحتاج إلى نور الشمس، تحتاج إلى الماء، تحتاج إلى الهواء. هذا هو السجود، فهي تخضع لتلك القوانين. هذا السجود أيضا جاء في الآية 154 من سورة النساء: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، نفس الآية التي شرحناها. إذن السجود في القرآن الكريم في آيات عديدة لا حصر لها يأتي بمعنى الخضوع والإذعان لآيات الله، لأوامر الله عز وجل. جاء ذلك في سورة الانشقاق مثلا: فما لهم لا يؤمنون غيرهم وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هل كل من يقرأ عليه القرآن يقوم ويسجد؟ هناك آيات السجدة التي يسمونها إذا كان الإنسان يتلو القرآن فهناك علامات أن يقوم بالسجود. هل أن يقوم بهذه الحركة التي نؤديها بالصلاة أم أنه يسجد يخضع لتلك القوانين؟ أنا برأيي الشخصي قد أكون مخطئا، قد أكون مصيبا، أن علامات السجود الموضوعة في القرآن الكريم ليس لها ذلك الهدف من أن يترك الإنسان قراءته للقرآن ويسجد على الأرض، وإنما عليه أن يتفكر في تلك الآية ويخضع لها. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يقومون بتطبيق تعاليم القرآن الكريم إلى آخر الآية: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. هل يوجد سجود بمعنى السجود على الأرض المعروف؟ يمكن. هناك من كان يسجد للشمس، يسجد للأصنام، فقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم. ملكة سبأ كانت تسجد للشمس، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هل يخضعون لقوانين الشمس؟ لا، المقصود هنا أنهم كانوا يقومون بالسجود العملي الفعلي للشمس كإله متحكم بهذا الكون. وتقول الآية: زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. نلاحظ هنا أن الفعل سجد ورد في هاتين الآيتين. أنا أعتقد أن السجود الأول السجود للشمس يشير إلى ذلك السجود المعروف على الأرض كإشارة لتعظيم الشمس كإله. وتقول الآية أن الشيطان زين لهم ألا يسجدوا لله. هل السجود لله هو بنفس طريقة السجود للشمس؟ أنا أعتقد أن السجود لله هو الخضوع
لقوانين وأوامر الله عز وجل، وليس السجود العملي المعروف. قوم سبأ كانوا يسجدون، نعم يسجدون على الأرض، ولكنهم يسجدون للشمس من دون الله. السجود العملي الحركي يمكن أن نطبقه على السحرة في قصة موسى، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. فكلمة ألقي السحرة تدل على أنهم قاموا بعمل حركي، انكبوا على الأرض ساجدين بالسجود الحركي المعروف. هناك من يقول أنهم ساجدين خاضعين لموسى، أي اعترفوا بصحة رسالته، يمكن ذلك، ولكن أنا أعتقد هنا أن السجود هو سجود حركي. في سورة الأعراف الآية 206 أيضا ورد فيها السجود: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك. وهنا أنا دائما أتساءل، من هم الذين عند ربنا؟ المتعارف عليه أنهم الملائكة، ولكن هنا تقول الآية إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. الملائكة ليس لها خيار أن تستكبر على رب العالمين، هي مسيرة، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هل الملائكة تسجد على ركبها وأيديها؟ هل لهم أيدي وأطراف مثلنا يسجدون على الأرض؟ هل يوجد أرض عند رب العالمين كي تسجد الملائكة عليها؟ الله أعلم، هذا موضوع للتفكر. ماذا يعني أن الملائكة تسجد لرب العالمين؟ هل تخضع له أم تسجد فعليا له؟ موضوع السجود طويل جدا، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن لاحظوا معي هذه الآيات من سورة فصلت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. جاء هنا التحذير: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لا شك هنا أن السجود هو السجود الحركي المعروف: واسجدوا لله الذي خلقهن. هل نحن اليوم نسجد للشمس والقمر؟ عندما نقوم بصلاة الظهر عند الزوال وصلاة العصر وصلاة المغرب عند الغروب، هل نحن نسجد للشمس؟ أريدكم أن تتفكروا في هذا الموضوع. نحن نسجد للشمس، ومعظم الناس فقط تنظر إلى الشمس، حان وقت الزوال نقوم بالسجود، حان وقت الغروب نقوم بالسجود، بمعنى الصلاة الحركية المعروفة. ولكن هنا هذه الآية تحذرنا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون. معظم الناس لا تعبد رب العالمين، وإنما هي مجرد حركات تقوم بها، والدليل أن المقصد الرئيسي من الرسالة السماوية لم يصل لهم. الفساد متفشي في المجتمعات الإسلامية أكثر بكثير من المجتمعات الأخرى التي لا تقوم بالسجود الحركي. فإن استكبروا فالذين عند ربك، هنا دائما نلاحظ فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لا أريد أن أطيل عليكم، نلقاكم في الحلقة القادمة. معكم خالد السيد حسن، دمتم بأمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.